لا بصراحه كده اللي بيعمله اتحاد الكوره ده استفزاز، وفي بقى في بجاحه. يعني الاول الموضوع كان بيبقى على المداري كده وعلى المتغطي، ما كانش حد بيحس بحاجه. عمري ما شكيت لحظه ان اتحاد الكوره ده معمول مخصوص عشان يجامل الزمالك، وان الدوله كلها بتساعد الزمالك. الواقع بيقول كده من اول حيدر باشا لحد دلوقتي رؤساء الاتحاد الكوره كلهم زملكاويه. يا راجل ده وزير رياضه زملكاوي. فاوعى تقول لي اللي هم ما بيتجاملوش، لا بيتجاملوا، والدوله كلها بتقف معاهم من قروض وبيسدوا لهم مديونات وكل حاجه. بس ما تجيش ترمي التهم عليا بقى وتقول لي الدوله بتساعدك والكلام ده. يعني امبارح اتحاد الكوره يا راجل مطلع بيان كارثه. كارثه. انت ازاي بتسويني بواحد عليه مديونيات وانا بديك الفلوس كلها، وفي الاخر هو بيطلع له رخصه وانا بيطلع لي رخصه، وترجع تقول تكافؤ فرص؟ فين تكافؤ الفرص اللي انت بتنادي بيها يالا يا ابو راس كرومبا انت وهو؟ فين يالا؟ ما بشوفكش ليه في حاجه زي كده تطلع تقول لا ما ينفعش؟ امبارح اتحاد الكوره مطلع بيان قال لك تواصلنا لاتفاق مع الزمالك لجدوله المديونيات القديمه والجديده، رغم ان هم في شهر واحد اللي فات يا راجل بعتوا لهم شيكات بدون رصيد، ومع ذلك طلعوا لهم الرخصه للمشاركه في البطولات الافريقيه وايدوا لهم اللعيبه بتاعتهم، ويرجع يقول لك تكافؤ فرص وان الدوله بتساعد الاهلي. اللي هسمعه بعد كده بيقول حاجه زي كده هسمعه زباله الكلام. ابعتها له عشان معموله له. سلام.